السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، الله يخليكم، راه ما كنبغيش نتكلم في هذا الموضوع. انا راه ما كندافعش على نوفل موسى اي صوفيا الطالوني، ولكن راه كنشوف بعض الامور غير منطقيه. الله يخليكم، علاش كتبقاو تستحقروا الاخر؟ علاش واش كتظنوا ان الكل اغبياء؟ الله يخليكم، السلطات راه كون بغات تقبض على نوفل موسى كون واقبضه يعني في نصف ساعه تلقى عليه القبض. واش صعيب عليها؟ ماشي صعيب عليها، ساهل مهل باش انه يتحاصر ياخذوه. راه عارفين، راه متبعين الخطوات وكيراقبوا عارفين اشنو. بالعكس الاخوه الكرام، هنا ما كان انا ضد هاد الامور وسميتو، يعني ما ضد بزاف ديال الحوايج، ولكن للضرورة احكام. يعني راه من حقه انه يدافع على نفسه من كيلقى نفسه يعني واحد هجوم شرس. لان كون ما كانش قوي، كون ما كانش عنده واحد الشخصيه قويه، وكون ما كانش عنده تنقولوا ليه برافو زعما صراحه، يعني واحد الهجوم هنا كيبين ماذا يعني الانسان اللي كيبغيك يعني ولا كيكرهك. الانسان اللي كان باغي لك الخير، والانسان اللي كيكون يعني والصوره. الله يخليكم، يعني راه كتبين بانكم كلكم كنتو كتبغيو صوفيا الطاروني، يعني بدون استثناء. وكلكم كنتو حاضرين في يعني في حفل الافتتاح قريب الكلينيك او شي حاجه اخرى او شي مشروع اخر. الله يخليكم، كنشوف تبارك الله عليك سي جواد قنانه، كنحماق عليك لانك صريح صريح صريح، وعندك ديريكتومون كتخرج فاصل بعض يعني زيدك على مولينيكس، يعني صراحه كتعرف لهاد الناس، يعني ما كتخافش وكتهجم يعني بدون، يعني الله يخليكم يعني كتردحهم. الله يخليكم، واش البارحه حاضرين في حفل الافتتاح، واكلين شاربين فرحانين ناشطين ضاحكين شاطحين، ومن بعد موت سلمى الله يرحمها ويوسع عليها، ولا نوفل موسى انسان خبيث، انسان انفصالي، انسان كيحرض على هذا الوطن، شخص حقود، شخص ما كيبغيش مصلحه البلاد، شخص حاقد على ولاد الوطن. ها شكون اللي حاضر في الافتتاح الاخوه الكرام؟ حاضرين ابناء الوطن. كنشوفوا يعني العدد اللي باين عاد اللي في الخفاء، كتمشيو عنده بالعشرات، كتمشيو انكم تعملوا عمليه تجميل. اذا هاد نوفل موسى او صوفيا الطالوني مادام انه خبيث، ومادام ان العمليات نتاعو كلها فاشله، ومادام انه كيعمل مافيوزي، علاش كنتو كتمشيو عنده؟ علاش ما تعلموا السلطات؟ كنقول لك الطماع كيغلب عليه الكذاب. الله يخليكم، يعني ما بغينا نفهموا واش كتبغيو تستحمروا البشر، ولا شنو واقع؟ كتحب لكم المغاربه اغبياء؟ لا السلطات الله يخليكم، اللي جا كيتشكى عليكم يمشي عوم في بحرو. الاخوه الكرام، واحد الرساله لواحد السيده، هذيك السيده نيت اللي خارجه علاش واش صوفيا طالوني او نوفل واش جا، واش سلك انفيتاسيون باش انك تجي في هذا لو مومون اللي وقع المشكل سلمى الله يرحمها، اللي وقع عليه الهجوم. صافي واحد الانسان تحدى جميع المغاربه، مشاو في واحد لو مومون اللي كان يعني كانت واحد الضجه على المواقع ولا سميتو، يعني مشى وقع ما وقع، رجع في حالته. ولكن شكون قال بان نقلبوا الطاوله؟ باغي نقلبوا الطاوله على صوفيا طالوني؟ انا ما كنتكلمش على شوف تيفي، كل احترام، ما كنتكلمش على الاخت فاطمه زهره، يعني الله يخليكم. باغي تقلبوا الطاوله على صوفيا الطالوني، هو قلب عليكم الطاوله. ربما راه الفيلم اللي كنتو غاديين على اساس، النيه اللي كنتو غاديين بها انكم كنتو ربما مخلصين باش تعملوا فيلم، او كنتو غاديين على طمع باش انه يدور معاكم، انكم تبروفيتيو فيه، يكري لكم، يوكلكم، يشربكم، وهذا من بعد ما لقيتوش داكشي اللي كاين اجي نقلبوا على صوفيا الطالوني. عندما غنرجعوا عند شوف تيفي. شوف تيفي حتى هي غتخوي بكم، ان سير هذه رساله لسي دريس شحتان، ربما راه يعني انك اكتشفتي الغباء. الله يخليكم، وهذه رساله صوفي طالوني، الله يخليك، حاول ما امكن مستثمر، عندك مشاريع تبارك الله ما شاء الله، ما تبقاش تنزل نفسك لهاد راسك لهاد يعني لهاد المستوى. حاول ما امكن، عارف الناس نقيين، عارف راك الاخوه الكرام راه مشاو عنده فنانين، علاش هذوك الفنانين ما خرجوش؟
علاش ما ضربوش في صوفيا ومصورين معاه وفي يعني في نوفل يعني ما ذكروه الا بالخير. الله يخليكم، لان كون كانت شي حاجه في الضجه اللي واقعه وسميتو كان غادي يخرجوا غادي يضربوا فيه أو. الله يخليكم، حتى هو راه كيعرف على من كيهجم، راه ما كيهجمش على ناس نقيه وكيهجم على ناس اللي فريمون زعما عارفوا في المستوى وهذا، ولكن يعني عارف حتى هو مع على من كيهجم، وراه ما كيوصلش ويهجم، انما كيخلي هذاك السلاح كيخليه غير احتياط كياخذوه في كوم زعما ان بريكوسيون، حتى كتهجم عليه صافي تيقول لك ها السلاح نتاعي هجمتي عليها السلطات، هاد السيد ولاد السيده هجموا عليا، انا راه من حقه. ومني كتعرفوا غير امين واحد المكان غير امين فين غاديين الله يخليكم. ثاني حاجه بالنسبه للسلطات التركيه، راه سلطات يعني راه ما غاديش الله يخليكم. كتقولوا كاين قانون في تركيا، كتقولوا ان السلطات التركيه يعني في 5 دقائق كتوقف، وهذا اذا راه عرفوا انسان يعني يكون عرفوا يعني كاين الزيكزاك في نوف الموسى تيقرقبوا عليه، والله ما يعقلوا عليه كل اللي يبغى، والله ما يعقلوا عليه. وحتى بالنسبه للسلطات نتاعنا يعني، وهذه رساله للسلطات، يعني هذا الولد هذا راه ترفع له القبعه، لانه فرش لينا بزاف ديال لي شوز، يعني ازال الغموض، بدا كينير الطريق للسلطات، يعني الحقيقه بعض شي وحدين اللي كانوا كيقولوا انا وانا وانا وانا، اللي ما خلاو ما فيه قذفوا ما خلاو فيه نسبوا ما خلاو شكون شتموا ما خلاو. الله يخليكم ما نبقاوش اننا يعني بلا ما تخليونا نبداو نفقدوا وننزلوا المنشورات. الله يخليكم، راه من حقه يدافع على نفسه، هما ولا كيدفعوه حتى مسكين كيبغي يمشي في واحد المسار وكيدفعوه كيولي كيخسر الهضره، كيحاربهم بنفس السلاح كيمشي. علاش ما كيهاجمش بعض الفنانين الله يخليكم اللي نقيين، وبعض الفنانين اللي مشاو عنده عملوا عمليه، علاش ما علاش ما كيجبدش ناس اخرين يعني في دول اخرى؟ وهذا الله يخليكم، كتظلموه. انا بنفسي يعني تظلمت في مواقع التواصل وبقى فيا الحال، راه من حقي ما كنقدش انني نخسر الهضره، ماشي من تخسر لواحد هاد الفئه اللي كنتكلم مش تخسر لها الهضره، راه تفوت الهضره ليه، ولكن كنحشموا على عرضنا وكنحشموا على يعني الانسان على عائلته ولا يعني راه يعني لونطوغاج اللي كيعيش فيه، وهذا كتشوف راسك بان حشومه وعيبوا على انك تمشي في هذا المستوى. الله يخليكم خليو الولد يخدم، راه ما عامل لكم حتى شي حاجه، ما يعني على استغليتوا الظرف صافي. شكون قال لك سير عند اللي ما عجبوش صوفيا الطالوني انه في الموسم ما يمشيش عنده، سير شوف هاد لو مومون اللي تفجر يعني وقع اللي واحد المراقبه وكتقولوا بانه سبب وفاه سلمى، مع العلم ان سلمى ما توفات حتى من بعد واحد الويموا، يعني وقع لي واحد الحمله شرسه. الله يخليكم ما كانش عليكم تمشيو عنده، اذا ما فيكمش ثقه با كونفيونس، ما ثق فيكم لا شوف تيفي لا يعني لا اعلام كيف ما بغى يكون الاعلام شتى انواعي، ما يثق فيكم لا نوف الموسى. اي واحد دابا مشيت عنده غيعمل فيكم يعني با كونفيونس، علاش؟ لان اي واحد غتضربوا فيه، اي واحد ما لقيتوش فيه المصلحه غادي تضربوا فيه. الله يخليكم، يعني الانسان ملي كيتحدى كيكون يعني بحال يعني راه الانسان راه بحال ما والله ما فهمت. الله يخليكم، وما تخليوش راسكم توقعوا في بعض الامور. علاش جواد قنانه مشى عنده ما عمره ما صوروا، ما عمره ما عمل لي شي حوايج، وما عمره علاش على جواد قنانه؟ زعما نتوما زعما ما باغيكمش وكيبغي جواد قنانه، كنتو من بين الحاضرين في الحفل. الله يخليكم، كونوا منطقيين. الله يخليكم، ما تنزلوش لواحد المستوى ولا هو سوقه، هو ما شغلوش. حتى السلطات غتقول لك نطاحر ولا دبر راسك ولا انا ماشي شغلي. شتي فاش كنتي كتشطح وكتردح وقابت الطياره وغادي واش جيتي تشاورتي مع السلطات غتجي تقول لك واش كنتي غادي في الطريق وجا جرك، واش كنتي في دارك امين وجا دق عليك الباب وجرك صحه، وانت اللي اختاريتي، سي فوتخ شوا، انت اللي اختاريتي انك تمشي عند هذاك السيد ولا لواحد المكان غير امن. اذا تحمل مسؤوليتك، سير انتحر ولا شرب الدواء ولا شرب السم ولا شغلك هذاك حياتك هذاك، انت اللي خربقتيها وانت اللي دبستيها وانت اللي تكرفتي على راسك براسك، ماشي ابتلاء من عند الله ولا ابتلاء من عند الاخر، او يعني انت تكرفتي على راسك براسك، انت اللي بغيتي هذيك الطريق.
الله يخليكم.